مساء الخير عليكم واهلا بكم في اول حلقه من برنامجكم الجديد شطبها صح. معاكم مهندس حامد احمد، وهبدا معاكم رحله طويله مليانه تفاصيل وخطوات واسرار هتخليك تشطب شقتك وانت فاهم كل حاجه. مش بس فاهم، لا، كمان ده بتتحكموا في كل تفصيله. انا بقالي سنين في شغل التشطيبات والديكور، وشفت كل انواع الغلط اللي ممكن اي حد بيقع فيها، سواء عميل بيشطب شقته او مهندس كمان بيبتدي مشواره. ومن هنا جت فكرة البرنامج. برنامج يعلمك ازاي تشطب شقتك صح، يعني تحافظ على فلوسك، تختار خامات مناسبة. هعلمك كمان ازاي تفهم الصنايعي وتفهمه. يعني مش عايزك تتبهدل في النص بينك ما بين الصنايعي، لان موضوع الصنايعي صعب شوية. البرنامج ده معمول عشانك انت، مش لازم تكون مهندس ولا حتى تكون عندك خلفية عن التشطيب. لو ناوي تشطب شقتك او تبدأ مشروع او كمان مهتم بالديكور، يبقى شطبها صح ومكانك الصح. طب نبدأ منين؟ ناس كتير بتسأل، أول حاجة أعملها إيه؟ أشتري سيراميك ولا أدور على صنايعي ولا أسس كهرباء؟ وأنا دايما بقول لهم إيه؟ خططوا شقتك صح. خطط الشقة الأول، شوف أنت محتاج إيه. قبل أي حاجة لازم تبقى عارف أنت هتعيش إزاي. عندك كم فرد في البيت؟ هتحتاج مكتب ولا لأ؟ هتحتاج مطبخ مفتوح ولا مطبخ عادي؟ بتقعد على السفرة ولا بتاكل دايما في المطبخ؟ بتحب النور الطبيعي أكتر ولا لأ؟ يعني الأسئلة دي ممكن تبان بسيطة، لكن الإجابات بتاعتها هي اللي هتتحكم في شكل شقتك، هتتحكم في التفاصيل بتاعت شقتك. هتوزع علب الكهرباء ازاي، هتشوف مقاس الدولاب ازاي، كل ده الإضاءة، توزيع الإضاءة، ده كله لازم تخطط له من البداية قبل ما تفكر إن أنت تجيب صنايعي أو تبدأ في أي حاجة. لازم تخطط الشقة. تمام. في الحلقة دي هنتكلم عن أول 3 خطوات لازم تعملهم قبل ما تشطب شقتك، قبل ما تبدأ تشطيب يعني. خريطة الحياة اليومية، اقعد مع نفسك أو مع الأسرة وشوف احتياجات كل فرد في الأسرة. وكمان شوف بتصحى إمتى، بتقعد فين، بتتفرج على التلفزيون ولا بتحب تقرأ. الخريطة دي اللي هي اللي هتقول لك توزع الكهرباء إزاي والفرش إزاي كمان. يعني حدد الأولويات، ما تحاولش تعمل ما تحاولش تعمل كل حاجة مرة واحدة. ابدأ بالأهم. لو المطبخ هو أكتر مكان بتستخدمه يبقى لازم تستثمر فيه. تمام. لو عندك طفل صغير يبقى اوضته لازم تكون معزوله بشكل كافي بسبب الاصوات وكده، وغرفه النوم برضو لازم تكون معزوله عزل تام. آه، وبرضو يعني نقطه تانية، لازم تعمل تصميم 3D. ده هيوفر عليك وقت ومجهود وتعب وماديات، لا هيوفر عليك كتير جدا يعني. تمام. يعني مثلا ان احنا ممكن نجيب، ما نعملش تصميم 3 دي وفي الاخر نكتشف ان الفرش مش مناسب للمكان. مفيش مساحات الحركه، مفيش مسارات الحركه مش معموله كويس. ده كله اخطاء بنقع فيها، هيوفر عليك كتير. ان انت لما تعمل تصميم 3 دي بتشوف بيتك وشكل بيتك قبل ما تبدا فيه، يعني كل حاجه تبقى متخططه صح. الديكور شكله ازاي، الفرش لونه ايه، الالوان شكلها ايه، كل ده بيبقى مدروس. يعني التصميم 3 دي سهل ان احنا نعدل فيه مره واثنين وثلاثه وعشرين. اما على ارض الواقع لما بننفذ هيبقى الموضوع صعب في التعديلات يعني. تمام. لانها طبيعي ان انت اي حاجه هتعدلها على ارض الواقع هيغرمك كتير ووقت ومجهود وحاجات كتير يعني. النهارده حبيت ابدا معاكم من الاساس. لو فهمت البدايه صح كل اللي بعد كده هيعدي بسلاسه يعني. تمام. ان شاء الله في الحلقه الجايه هنفصل بند بند، وان شاء الله هنبدا ببند الكهرباء اللي هو اخطر واهم بند في مرحله التشطيبات. اخطر واهم بند. تمام. وان شاء الله هنفهمك ازاي تختار الصنايع المناسب، ازاي تفرق بين الجبس البورد والجبس البلدي، ازاي توفر في الميزانيه. يعني كل ده ان شاء الله هنشرحه مع بعض.
ده كمان هنستضيف ضيوف كمان سواء صناعيه او مهندسين او كمان ناس عاديه تكون عندها تجارب في التشطيبات. ده كله ان شاء الله هنستضيفه في الحلقات الجايه. تمام. وان شاء الله يعني الناس دي هتنقل لك التجربه صح وهتفهمك اكتر، وان شاء الله هنخوض في كل حاجه وكل تفصيله عشان نقول لك كل الاخطاء اللي الناس وقعت فيها ونوضح لك التشطيبات صح. تمام. في النهايه حابب اشكركم لانكم بداتوا معايا الرحله. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتعمل مشاركه عشان غيرك يستفيد. انا مهندس حامد احمد، واستنوني في الحلقه الجايه من برنامج شطبها صح. علشان تشطب صح لازم تبدا صح. سلام.